وترك ما أحدثه المحدثون فكم ضلالة تبعت والدين قد هجرا. إن الهدى ما هدى الهادي إليه وما به الكتاب كتاب الله قد أمرا. فلا مراء وما في الدين من جدل وهل يجادل إلا كل من كفرا. والله عز وجل ما خلقنا إلا من أجل التوحيد. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أخواننا دعوة التوحيد ولله الحمد والمنة ماضية وتمضي. أن إحنا لو خليناه والدعاة كلهم خلوها ربنا سبحانه وتعالى يستخلف من هو خير منا ويستخلف من هو أحسن منا. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. لكن التوحيد هو من أعظم الأعمال وهو من أعظم الواجبات. أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتوحيد. أول حاجة تعرف ربنا سبحانه وتعالى بالتوحيد. انت عارف لو عندك خلل في العقيدة بيكون عندك خلل في حاجة تانية، في الأخلاق، في العبادات، في المعاملات، في أي حاجة بيكون عندك خلل. إذا ضبطت في التوحيد تمام أمورك بتمشي تمام. أن إحنا هنا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وبيجينا جوا هنا وبيقول كلام ما عنده عليه دليل، ده ذاته أن إحنا بنعترض عليه. إحنا ما عندنا حزبية ولا عندنا طائفية، عندنا من أخطأ يرد عليه خطأه. ومهما كان الأعداء الناس اللي بيتقابلوا على الدعوة السلفية من زمان، لذلك الله عز وجل يقول وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. الناس ما دارين كلام التوحيد، ما دارين الدين، الناس ما دارين يذكروها بالله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وما حتغلبوا بإذن الله. والله جد مش تشغل سماعة عالية ولا تشغل أي حاجة ومطلع له سيف خدت جنبه، والله تطلع سيف تطلع عصاية. نحن هنا شغلنا جهاد بالحجة، جهاد بالحجة يخليك تكارك زي ده وتطلع سيف. والله جد آيات وأدلة تدمغ هذا الباطل الذي يفعله هؤلاء الجهلة. وانت شغل مديح والله كان جبت الشيخ هنا ويشتغل معانا نحن. والله دي ذاكرة بتقرأ تاني هنا، دي ذاكرة ما بتقرأ معانا هنا، دي الناس كشفوها زمان ولله الحمد والمنة. محبة النبي تتأسى بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. سنة النبي ما لعب، ما دكتار وطارات ونوبات ورقيص. لو دي محبة النبي عليه الصلاة والسلام والله سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في زول بقى كافر. أكان ناس مكة ديل كلهم بقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يحنططوا وينططوا ويدقوا. والله ذاته قال كده ما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. الجماعة ديل في ناس بيرقصوا، ناس شايلين كوريك وبيرقصوا. يا اخوانا ده ما عندنا والله جد. ان احنا دعوتنا هنا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. شغل بتاع الرقص هنا ما عندنا. حصل يوم جبنا زول هنا قلنا ارقص، شيخنا عصام ده ما شغال هنا. حصل يوم قال لك ارقص، ما عندنا رقيص. الشغل ده بتاع نسوان، رقيص بالرقبه والشغل ده زي ما قال لك الشيخ ده كله بتاع نسوان. دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.